السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى اعمل معاكم المحشي اللي هو المشكل او المحشي البتنجان والفلفل والكوسة. وهعمل معاكم اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة اعملها معاكم ان انا هسلق اللحمة، بحط المية على النار لحد ما تغلي، ومعايا بصل وتوابل اللحمة اللي هي ورق لوري وفلفل اسمر وحبهان وقرفة. زي ما انتم شايفين كده بدأت بقى معايا اللي هي تغلي. فبضيف كده اللحمة وبضيف لها التوابل بتاعتها. أحب أشكر كل من دعمني أو داس لي اشتراك أو لايك. يعني شكرا جزيلا، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع بما يحبه ويرضى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر فلسطين على أعداء الدين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده طبعا انا ما بحطش ملح خالص لما اللحمه تستوي معايا، عشان ما تاخدش معايا سوا، فبحطها في الاخر خالص قبل ما تاخد يعني الغلوه الاخيره. زي ما انتم شايفين كده، فهجرب بقى هنا اللحمه اذا كانت استوت ولا لا. طبعا اللحمه دي بقى دي صغيره يعني مش هتاخد سوا. ودي اول حاجه عملتها علشان بعمل اللحمه الاول وبركنها، وبعد كده لو يعني مثلا بعمل حاجه جنب اللحمه ولسه بدري عقبال ما اعمل بقى تسبيكه والكلام ده كله، فاول حاجه عشان تبقى سهله معايا هي اللحمه، يعني بضيف لها الميه وبحطها تستوي براحتها. زي ما انتم شايفين كده بقى النهارده كان سوق، كل سنه وانتم طيبين بقى، او كل اسبوع وانتم طيبين. اين بقى السوق؟ زي ما انتم شايفين كده بقى الشروه بتاعه السوق. طبعا رحت انا اخر النهار، كنت متاخره. فزي ما انتم شايفين كده البتنجان، عايزه اقول لكم البتنجان انا بحب البتنجان ده عن الرفيع. ده الكيلو منه ب5 جنيه، وأسعار يعني نزلت، خصوصا إن كان في رمضان وصل ل25 أو ل30. طبعا وفلفل، وجبت جبنة رومي وبيتاو. الحاجة ما شاء الله الخضرة أو الخضار بدأت اللي هي نزلت عن رمضان أو قبل رمضان. وزي ما انتم شايفين كده دي كوسة. طبعا الكوسة دي ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجة كده حجمها اللي هو متوسط، أنا مبحبش الصغير قوي. فهو انا شايفاها ان هو الحجم ده ايه مناسب جدا ان انت تعملي المحشي. وبعدين ما تقورهاش قوي، ان انت ما تخليهاش، يعني سيبي فيها اللي هي تبقى ملحمه شويه. زي ما انتم شايفين كده طبعا اللحمه، انا هنا اللحمه جايباها نوعين. عايزه اقول لكم ان انا بجيب حته اللحمه من السن اللي هي الحمرا الناعمه، دي احلى حته لحمه ممكن تاكليها من عند الجزار. وتاني حاجه، لو لقيتي مثلا لحمه في لحمه تاني دسمه شويه، فديك بنجيبيها مثلا بيبقى فيها عرق الدوش او الكلام دوت، يعني حاجة بسيطة، يعني دسم بسيط، عشان برضو الأطفال بتبقى برضو جميلة جدا بالصلصة والطبيخ. وهوريكم بقى هنا زي ما انتم شايفين كده ده قفص. طبعا القفص ده جايباه لإيه؟ جايباه طبعا عشان أجيب فيه العيش. ببعت أولادي وكده أو بنزل وبجيبه، فبحتار كل مرة، فلقيته قدامي فجبته. زي ما انتم شايفين كده بقى بقور هنا البتنجان والكوسة. هوريكم بقى ايه انا ايه، يعني تقوير البتنجانية على كوساية. يعني هي حاجة تافهة يعني اي كلام معقول. اهو زي ما انتم شايفين كده بدأت بقى ان انا اقور الكوسة والبتنجان. طبعا تقوير الكوسة انا مش هرميه. تقوير الكوسة عايزة اقول لكم ان هو لما بيتعمل صح، ولما بتضيفيه مع المحشي وبعد ما بيستوي، وبتضيفي له برضو شوية تكات من عندك، وبرجعتي كده رجعتي تاكليه بعيش اللي هي الشقق الناشفة أو العيش البتاو، لو حطيتيه يعني في طبق لوحديه بيبقى طعمه جميل جدا، ومد طعم كده مع البتاو بيبقى مختلف خالص. وخصوصا ان برضو لو عندك اطفال ولا حاجة، او هو طعمه اصلا جميل، يعني وصفة برضو حلوة. زي ما انتم شايفين كده هنعمل ايه هنا بقى بقعر الحلة او الكوسة اللي احنا مقورينها. بناخد تقوير الكوسة اهي زي ما انتم شايفينها كده، وبنضيفها بقعر الحلة. طبعا بتمنع شيطان الحلة
بس ده مش اللي في دماغي. انا هنا طبعا حطيت عليها بصل، لان انا ايه بناكلها بعد كده بالبتاو، بيبقى جميل جدا. ومعانا برضو التوابل هنا، طبعا اي توابل معروفة يعني، ومعلقة القرفة ومعلقة الكزبرة ومعلقة الكمون ومعلقة الشطة ومعلقة البابريكا ومعلقة الفلفل الأسمر مع الملح. دي التوابل لازم تكون موجودة أساسية في البيت. وضفت هنا حاجة بسيطة جدا من الزيت زي ما انتم شايفين كده، وببدأ ان انا اقلبهم بقلب بعضيهم. طبعا انا هنا عشان هسويها بشوربة اللحمة، فما ضفتش مكعب ماجي. وهبدأ بقى معاكم هنا، خرطت الخضرة وغسلت الرز، ومعايا بصل هنا شرايح، وتسبيكة الطماطم، ومعايا الزيت. ببدأ أول حاجة بعملها أقول بسم الله. بضيف هنا بقى هنا الرز طبعا، حوالي الحاجات اللي أنا كنت جايباها حوالي بتاع 2 كيلو ونص. تمام. فهنضيف عليهم نص الكمية، يعني ده 2 كيلو ونص، لو قلت مثلا 2 كيلو هنضيف كيلو وربع يا رز. بضيف هنا طبعا الطماطم، طبعا الطماطم لازم تكون متسبكة عشان تديكي طعم أجمل. وبعدين تحسي ان الرز فيه دي يعني بيبقى فيه كمية الصلصة تبقى متماسكة أحسن ما يكون صيصة كده وفيه مية، ما بيبقاش طعم أحسن يعني، كده أفضل. فبضيف هنا بقى ايه شوية التوابل، وبضيف حاجة بسيطة من الزيت، وبقلبهم بالشكل دوت. وكده الحشوة بقت جاهزة. طبعا لو ما قدرتك ان انت تضيفي مثلا لحمة مفرومة، لازم تكون متعصقة، ما برجحش ان هي تكون نية، علشان لما تكون متعصقة بتدي الدسم اللي فيها، بيبقى طعمها برضو ايه، منها مستوي ومنها برضو بيبقى طعمها اجمل. اهو ببدأ بقى إن انا ايه اعبي الحاجة الكوسة والبتنجان والفلفل. ومعجنة بقى هنا للشوربة، طبعا بناخد الشوربة حطيت عليها مغرفة صلصة او مغرفتين، عشان يبان معايا ان هو في صلصة كتير، بيبقى برضو بيديله طعم اجمل. وبضيف عليها كزبرة على كمون زي ما انتم شايفين كده. وببدأ بقى ان انا اسقي المحشي اهو. انا بس قربت شوية، طبعا انا كان عندي بتنجان بتنجان اسود، يعني اللي هو البتنجان العروس، كان عندي يعني حاجة بسيطة كده بتاع نص كيلو بدرج التلاجة. فحبيت ان انا اعمله، بيبقى طعمه جميل جدا مع المحشي، خصوصا انه طعمه بتحسي كده ان هو ايه طري، وبنفس الوقت ملحم عن البتنجان التاني، بتنجان الابيض. فانا بحب البتنجان الاسود عن البتنجان الابيض. ولو عندك بقى شوية رز فاضو، فبيبقى عندك ورق خس ولا ورقتين عنب، فبتلفيه بيهم، يعني ما ترميش حاجة. طبعا اللحمة الدسمة زي ما انتوا شايفينها كده، اللي هي السن، بتبقى دسمة شوية. أهم حاجة تكون برضو ايه ناعمة وكده، بتبقى دسمة شوية. فأنا هبدأ بقى إن أنا ايه أعمل اللحمة ديت بالصلصة. زي ما انتوا شايفين كده، فرمت هنا بصلتين، وبدأت بقى ايه إن أنا قطعت اللحمة وبشوحها مع البصل وفصين توم مهروسين. وببدأ بقى ايه إن أشوحها كده، وأضيف لها التوابل بتاعتها. طبعا ديك اللحمة تتعمل بالصلصة، هيبقى جنب المحشي وكده. طبعا التوابل بتاعتها عبارة عن قرفة وشطة وكمون وكزبرة وفابريكا، وهنا بقى شوية فلفل أسمر وملح وورق لوري. طبعا ما كانش عندي ورق حبهان، ما كانش متوفر يعني، فهضيف له ايه ورق لوري. وطبعا القرفة هنا ناعمة، ما حبيتش ان انا احطها العيدان او الشكل دوت، بيديله بقى طعم جميل جدا، واللحمة تاخد تشويحة كده وتحميرة قبل ما تستوي، وبتاخد الصدمة بتاعتها، بتدي تشويحة جميلة جدا وطعم أجمل، خصوصا ان انت بتشوحها بالتوابل والبصل، وبعد كده بتستوي بقلب الصلصة، بيبقى طعمها برضو ايه لها تكاية كده ايه جميلة جدا بالطعم بتاعها. جربوها ان شاء الله تعجبكم، لو حبيتوا ان انتوا تعملوا
طبيخ وضفتوا بقى عليه الطبيخ، بيبقى جميل جدا. وكده كان طبق المحشي جاهز معانا. يا رب يكون عجبكم الفيديو. متنسوش بقى تشتركوا، لايك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.